السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم كباب حلة كده سهل وبسيط. معايا بقى يا حبايبي نص كيلو من اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كمان نص كيلو من البصل. يعني انا بحب ان انا اكتر البصل يعني وكده في الكباب الحله. هبتدي بقى يا حبايبي اشوح كده اللحمه زي ما انتوا شايفين كده في حته زبده او حته سمنه لحد لما تتشوح معايا حلوه قوي وتبقى خلاص كده اتشوحت حلو. هبتدي بقى ان انا اضيف البصل كده. معايا كمان 5 فصوص توم، هبتدي برضو ان انا اضيف للحمه والبصل وكده، وابتدي بقى ان انا اقلب كل المكونات الجميله ديت مع بعضها وكده. هبتدي بقى ان انا اجيب شويه فلفل حلوين كده احطهم، لان الكباب الحله بيحب الفلفل الاسمر كتير وكده. معايا بقى كمان شويه بهارات لحمه، ومعايا كمان شويه ملح صغيرين. حاولي وانت بتعملي كباب الحله ما تكتريش الملح كتير، علشان ايه ساعات بتبقى يعني ممكن تبقى حادقه معاكي، لكن بصراحه بسم الله ما شاء الله كانت مظبوطه معايا قوي. هنا بقى معايا كمان يا حبيبي بصلايه كده، ابتديت ان انا احمر فيها بالشكل الجميل ده. هضيف بقى عليها كمان الطماطم بعد ما احمرت كده، بعد ما تتشوح معايا هبتدي ان انا اضيف البسله معايا. يبقى احنا حبايبي هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بقى معاكم كده كباب حله، ومعانا كمان بسله، ومعانا شويه رز بالشعريه كده. يستاهل بقكم. هنا بقى خلاص كنت الطماطم اتسبكت معايا، وابتديت بقى ان انا احط ايه البسله والشواحد بقى. هنا خلاص بقى كان الكباب الحله طبعا استوى معايا كده بالشكل الجميل، والصوص بتاعه الحلو قوي، والبصل المكرمل، وكمان عملت بقى الرز بالشعريه المفلفل الحلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده الاكل بسم الله ما شاء الله، يعني الحاجه بتتكلم لوحدها. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش دايما تتابعوني، ما تنسوش الصلاه على النبي. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.